هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ انا دكتوره نرمين مقبل، دكتوره تغذيه علاجيه، وجايه النهارده اجاوبكم على السؤال اللي انا نزلته، البوست اللي انا نزلته بتاع هو ايه الاحسن طريقه تسحب زفاره الكبده. ستات بيوت كتير شطار قالوا انه في الملح، الكمون، الليمون، اللبن، الطحينه. دي كانت الاجابات المطروحه يعني. بس انا هاخد الموضوع من الناحيه العلميه شويه. هو فعلا ممكن الحاجات دي كلها تسحب زفاره الكبده كطعم، ولكن انا يهمني مش بس ان انا اكل اكل طعمه حلو، انا يهمني ان انا اكل اكل واستفاد من المواد الغذائيه اللي فيه. اللبن والطحينة أو السمسم اللي في الطحينة فيهم كالسيوم. الكالسيوم بيعوق امتصاص الحديد في المعدة، فنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نستخدمش لبن. طيب الصح ايه يا دكتوره؟ الصح ان حضرتك بتجيب الكبده بتحطيها في حاجه تتصفى فيها، تنزل كل الميه بتاعتها، وبعد كده بنحط عليها ملح وبنحط عليها كمون وليمون وخل، وبعد كده برضو بنرجع نسيبهم 10 دقايق كده ونغسلها كويس جدا وبنعملها، بيبقى طعمها حلو وفي نفس الوقت المواد الغذائية هتمتص كويس فيها، او الحديد اللي فيها هاخده انا كله. وممكن كمان بعد ما نسويها بنحط ليمون عشان فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد كمان. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.